احنا كأمهات بنبقى جاهزين قوي لفقرة الحمل والولادة، بس اللي مش بنبقى جاهزين له قوي ومستوعبينه المسؤولية اللي بتيجي مع الرحلة دي. مسؤولية بتفضل معانا طول اليوم حتى واحنا بنضحك. النهاردة مع دكتور سارة هنتكلم عن المنتل لود وتأثيره علينا وعلى أولادنا. أنا سارة سالم سايك educator. بتسأل سؤال كتير قوي، يعني إيه سايك educator؟ ده الجود ميرج أو التدخل ما بين السايكولوجي والتعليم، وبيبقى دوري إن أنا بعلم كل الكلاينتس بتوعي كانت أمهات مدرسين أو أطفال أو كبار الطرق إن هم يعرفوا يتفاهموا مع مشاعرهم وأحاسيسهم من غير ما يبقوا دايما معتمدين عليا. هنبدأ الأول with a little true or false segment. هقولك statements وانتي تقولي لي true or false and let's discuss it. Okay. First statement is الأم لازم تفضل البيبي على نفسها 24 ساعة عشان يبقى بخير. لا. No. الأم لازم تكون تخلي بالها عن نفسها عشان تعرف تخلي بالها عن البيبي. فالأم محتاجة مساحة إن هي تهدى وتستوعب وتفهم يعني إيه أنا كل حاجة في حياتي اتغيرت، فمحتاجة المساحة دي كمان عشان أنا كمان أفضل أعرف أرجع وأدي لابني أو بنتي أكتر بكتير. وكمان reflecting on my personal experience with my sons إن أنا بحب قوي أسيبه مع ناس مختلفة كتير عشان يعرف يتعامل مع ناس مختلفة وما يبقاش attached ليا على طول، عايز مثلا لو متضايق أو لو زعلان أو عايز ينام أو أي حاجة إن هو بيدور عليا أنا بس. صح. very true. طيب statement number 2، أول ما الست تبقى هوايتها القديمة بتختفي. لا big خالص. big no. مفيش هوية بتختفي، هو احنا بس بنتطور. ان انا ما بقتش ست بس، انا بقيت ست ام كمان، فالطبيعي الايدنتيتي بتاعتي هيحصلها evolution و expansion، مش هتفضل صغيرة زي ما كنت انا لوحدي. فلا، الهوية مش بتختفي، بس دايما لما بيبقى عندنا حاجة تغيير بيحصل شوية resistance، فاحنا ما بنبقاش متقبلين قوي التغيير اللي بيحصل لنا ده، اللي هو دايما بقول اصل انا مش انا، شكلي مش انا، وجسمي مش انا، وطريقتي مش انا. طبيعي، هو في tiny human being in your arms، فطبيعي مش هتبقى انتي، بس لحد ما اوصل لأنا الجديدة، مش الجديدة المتطورة، بتاخد شوية resistance بس ما بتتنهيش خالص طبعا. لو الأم عندها توأم الحمل النفسي لازم يكون مضاعف ومفيش حل؟ لا، مش مضاعف، بس ممكن نقول عليه complex أكتر. إن هو again يعني نرجع للسؤال اللي قبليه، هو أنا نسيت نفسي؟ هو أنا مطالب مني إن أبقى أنا مفكرش غير في نفسي وأفكر في الولاد بس عشان عندي توينز؟ لا خالص. وأنا كأم عندي دايرة حواليا، عندي جوزي وعندي أهلي وعندي ممكن يكون عندي مساعدة في البيت بتساعدني. مش معنى إن أنا عندي توينز يبقى لازم أعمل كل حاجة للطفلين دول في نفس الثانية. ممكن ياخد تناوب، ممكن ياخد وقت لنفسي، بس أهم حاجة أفكر نفسي إن أنا أم لتوينز وعايزاهم هما الاتنين يلاقوا المومنت أو النقطة اللي يحسوا فيها بالأمان معايا. That's actually, you said that in a very comforting way because كل ما بفكر في عندها توائم على قد ما في technical part جوايا بيبقى اللي هو ايه ده، دي خلصت، اللي هو يعني هي مرة واحدة خلصت، الاتنين هيكبروا مع بعض خلاص، it's just one timeline وهترجعي بقى اللي هو هتفوقي في نفس الوقت، مش واحد ورا التاني ورا التاني. فبحس the technicality behind it is very intriguing، بس في نفس الوقت مش قادرة أتخيل إن هي بتعمل الحاجتين دول شخصين وأكلين ونومين ولبسين وكل حاجة، بس زي ما انت بتقولي فعلا it doesn't have to be في نفس الثانية الاتنين بيعملوا كل حاجة. عمرها ما هتبقى في نفس الثانية، إن هما في الآخر two different human beings، كل واحد فيهم ليهم temperament مختلف. المام جلد دليل إني مش أم كويسة؟ خالص. يعني أصلا الجلد اللي هو إن ضميري بيأنبني، معنى إن الضمير بيأنبني ده إيه؟ إن أنا بحب قوي اللي أنا بعمله وعشان كده عايزة أبقى أحسن فيه، فده معناه إن أنا حابة دوري كأم، بس لسه بتعلم أبقى أم إزاي، أو بكتشف نفسي كأم لتاني مرة عشان تاني طفل غير أول طفل خالص. فكل مرة هيجيلي المام جلد أو تأنيب الضمير، ده معناه إن أنا عايزة أحسن من نفسي وعايزة أطور من نفسي وعايزة أدي أكتر بكتير في الحاجة اللي أنا حباها قوي، الدور الجديد اللي أنا حباه قوي ده. perfectly said. يعني فعلا زي ما انت بتقولي البني آدم الستات من غير ما تكون أمهات بيبقى عندهم جلد في حاجات كتير في حياتهم،
فأهم حاجة بقى انت بتبقي عايزة تهتمي بيها في حياتك اللي هو زي أولادك وبيتك، لما يجيلك فيه جلد شوية بالعكس it's coming from a place of care عايز تهتمي بيهم أكتر طبيعي. في أول كام يوم خصوصا أول أسبوعين اللي هو البيبي بيبقى لسه سرته كليبت عليه، التوتر في البيت بيبقى متضاعف بيبقى اكستريم عشان البيبي لسه جديد والأم لسه أم جديدة فلسه ما بيبقوش مرتاحين ومتعودين على بعض. صح قوي. هو بيبقى الأم قلقانة، طب هو أكل كفاية، طب هو محتاج يغير الدايبر كام مرة، طب محتاج ينام قد إيه، طب أنا محتاجة أنام قد إيه. فبيبقى كله بيبقى جري، بس هو حاجات بسيطة قوي اللي بتفرق actually مع البيبي في أول كام أسبوع. ممكن حاجات نستخدمها موجودة دلوقتي زي مثلا مالتكس عندهم النيو بورن دايبر دي اللي هي حوالين اللي حوالين الصورة فيها قصة، فدي هتقلل شوية القلق. طب ايه ده، هي ناشفة قوي عليه، طب هي مضايقاه، هي وجعاه، فهتشيل شوية قلق. فلما انا اشيل شوية قلق من على الام، طبيعي ان انا تغيير الدايبر هيبقى ألذ بكتير. فبدل ما بقى لها لانه عايزه اخلص بسرعه، هاخد وقتي وبالراحه، ويبقى دي وقت تواصل لذيذ مع البيبي. true. ولما البيبي يبقى مرتاح والنيرفس سيستم بتاعه هايل، الأم بتبقى مرتاحة والنيرفس سيستم بتاعها هادي والأسرة بتبقى هادية والأب بيبقى هادي. it's a loop إن البيبي لو مرتاح بس كده خلاص انتي all the other factors بتهدى. بس هو البيبي مش هيرتاح غير من عند مين؟ من عند الام. البدايه دايما من الام. فالام هاديه وهي اللي هتدي البيبي ده ان الدنيا حلوه ولذيذه. تغيير الدايبر مش حاجه بتوجعك، بالعكس احنا بنتبسط، ممكن اغني لك واحنا بنغير الدايبر، هيبتدي هو كمان يبقى اهدى. السيجمنت ده real questions from real moms. أول سؤال is أوقات بنهار وبخاف إن ده يأثر على البيبي. هسأل الأم دي أول سؤال، هي ما كانتش بتنهار قبل ما تبقى أم؟ أكيد كانت. صح؟ فمعنى إن أنا بنهار إن أنا بني آدمة ومتصلة بكل أحاسيسي ومشاعري. ليه قررت إن أنا لما ببقى أم أحرم نفسي من أحاسيسي ومشاعري؟ ليه قررت لما أبقى أم إن أنا ابني أو بنتي مش المفروض يشوفوني في بكل أحاسيسي ومشاعري، ما عيطش قدامهم وأنهار قدامهم؟ انا ليه، ايه اللي خلاني اقرر كده؟ ليه قررت ان انا لازم اكون على طول مبسوطه وفرحانه قدام ولادي، بس مش متضايقه او زعلانه او مقهوره او بنهار قدامها؟ بحس ان الستات لما بيكونوا امهات بيبقوا وايرد كده في دماغهم ان هم لازم يبقوا قدوة خيالية، اللي هو يعني مفيش زعل قوي ولا زعيق قوي ولا غضب قوي ولا مفيش الاكستريمز بتاعت البني ادمين العاديين اللي في حياتنا. عادي ممكن نوصل لها حتى لو مش لايف ستايل، بس عادي ان انت تتضايقي قوي او تغضبي قوي او تعملي تصرف غير شخصيتك. فالناس او الستات يعني لما بيبقوا امهات بنحط احنا على نفسنا حمل محدش طلبه مننا ومحدش يعني قال ان احنا محتاجين نحس بالاحاسيس دي كلها. بس زي ما تقولي بيبقى في مسؤولية، المسؤولية دي بتتقلب ل مش عايزة اقول كبت، بس بتتقلب لان انا محتاجة استحمل اكتر، استحمل اطول، استحمل لوحدي، استحمل من غير مساعدة. بس حلو قوي ان انا استحمل دي بقى بتعمل ايه في الاخر في الامهات؟ بتنفجر بقى. مش بس بتنفجر، انا بقعد اكتم. فبيحصل ايه ما بيني وبين ابني او بنتي؟ ما بنبقاش متصلين، بيحصل السبريشن دي او الكتمان ده. كل العواطف اللي جوايا دي بكتبها انا غصب عني، انا بني ادم قبل ما اكون ام. فهفضل اكتم قد ايه؟ وهقدر قد ايه انا شاطره في الكتمان ان انا مبينش على جسمي، ان جسمي مهما كتمت جوايا جسمي هيفضحني. واول حاجه الولاد بيتعلموا يقروها body language. فاحنا دورنا كأمهات ان احنا زي ما انت قلتي قدوه، ان احنا نعلمهم ان كل المشاعر مقبوله، صح. كل الاحاسيس مقبوله. عارفه ده يفكرني بايه؟ على طول يعني امهاتنا بيكونوا على طول عندهم اللي هو احنا عايزين نديكوا احسن حاجه وعايزه اوريكي احلى حاجه في الدنيا واحلى حاجه فيا واحلى حاجه في البيت واحلى حاجه لحد التفاصيل الصغيره اللي مخهم بيخليهم يobsess over علشان يدونا احلى حاجه. بس لما تيجي تفكري، هل انت عرفتي مامتك فعلا وانت صغيره؟ لا، انت عرفتي شخصيتها بحكاويها بدنيتها باحاسيسها بكل حاجه لما كبرتي، لما قدرتي تفهميها. فهم الامهات اجن بيحطوا على نفسهم
فعلا بجد. and that's why this conversation مهمة جدا. بس انت عارفة حاجة وانت بتقوليها دلوقتي، على لما بتقولي انت فاكرة ان مامتك دايما عايزة تديكي احسن حاجة واحسن حاجة، بس هي احسن حاجة دي من وجهة نظر مامتك مش انت. وغصب عننا وكتير قوي بيقعوا في الفخ ده، وبيتقال لهم لما يكبروا انا ضحيت بكل حاجة عشان خاطركم. وبتبقى وجع اكبر لما الرد للام دي يتقال لها مين قالك تضحي، انا ما طلبتش منك كل ده. فهو مش مطالب مننا نروح في اي اكستريم او اي اتجاه معين. نحاول على قد ما نقدر نبقى في الوسط، ان احنا نوريهم فعلا صورة الدنيا الحقيقية مش البيرفكت بيكتشر زي ما انت شرحتيها. انت عارفة انا على طول بفكر انه الجملة دي على طول بتيجي في دماغي، او الفريز ده يعني انه انا بشتغل وعندي حاجات كتير بعملها في حياتي وعندي طفلين، بس على طول بفضل فاكرة او برجع لليقين بتاع ان انا عايزة اديهم ايام حلوة مش حياة حلوة. يعني مش لازم اللانش بوكس كل يوم يبقى فيه احلى حاجة موجودة في السوق واجدد حاجة واكبر متقطعة بيرفكت زي ومتقطعة البنترست كده. بالظبط، متقطعة بشكل كتكوت وميني ماوس وكده. بس لما ارجع من الشغل ولما نبقى في البلاي تايم بتاعنا they have 100% my attention. بتكلم انت معاهم حاضرة I'm present، موجودة في المومنت دي. الحاجة اللي هيفتكرها مش هيفتكر ان اللانش بوكس بتاعه كان فيه كتاكيت، بس هيفتكر ان هو لعب معايا لعبة جديدة. السؤال اللي جاي، انا التوأم ودايما حاسة اني مش ملاحقة، ما طبيعي. لا هم بجد يعني امهات التوينز كتر الف خيرهم، طبعا مش ملاحقين سوبر ماما. بس في الاخر سؤالي برضو للام ده، انت مش ملاحقه عشان انت عايزه تعملي كل حاجه بنفسك، ولا انت مش ملاحقه عشان مفيش حد حواليكي؟ فرق كبير قوي بين الاتنين. ان انا لو انا عايزه ابقى ام وبعمل كل حاجه بنفسي مش مديه المساحه لاي حد يساعدني بما فيهم جوزي، ان دور الاب مش ان هو بس يبقى موجود وبيشتغل وبيجيب فلوس. دور الاب عاطفي، دور كبير جدا 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 في الاطفال. ودور الاب ان هو يساعد الام في الفتره دي ان هي تحافظ على التوازن بتاعها والجهاز العصبي بتاعها، مهم جدا. بالذات لو احنا لسه احنا الاتنين بنبتدي المرحله بتاعتنا كأب وأم. فانا اللي قررت ان مش عايزه حد يساعدني، ولو فعلا مفيش حد حواليا يساعدني. ان لو انا قررت يبقى محتاجاكي تاخدي وقفه كده مع نفسك تسالي هي فعلا مستاهله اعمل كل حاجه بنفسي؟ ففي كذا حل. طب ايه اللي انا ممكن استخدمه وايه الحلول المتواجده عندي عشان اعرف اعمل مانجمنت دي؟ فهي مش ملاحقه، 3/4 الوقت بتبقى اختيار ان انا مش قادره اسيب حاجة لحد عشان انا ضميري مأنبني. ايوه it's a loop. 100%. بس الثقافة بتاعت ان الامهات تطلب مساعدة احس انها بدأت تكون اكتر، او بدأت تكون familiar اكتر، انه مش ما بقيناش حاسين انه عيب ان احنا نسأل على مساعدة من اهل بقى، اصحاب، help في البيت. بشوف انه we're getting there واحدة واحدة، بس في تقدم. هقول لك حاجه، حاسه قصه المساعده دي احنا مرينا بعصور من الطلب في المساعده. ان من زمان كانت الست بتروح تولد في بيت مين؟ باباها ومامتها. ومين اللي بيخلي باله على البيبي لمده اول سنه تقريبا؟ الجد والجد. ودي عملت زي فجوه كده بين التواصل ما بين الام والطفل، عشان ما بقتش هي الام الوحيده اللي بتربي، هو في جد وجده بيربوا، في ام واب، فبقى في دايما اختلافات. فالجيل ده قال احنا مش عايزين مساعده وراحوا في الاكستريم خالص، احنا مش عايزين مساعده، هنعمل كل حاجه لوحدنا. ولما بقينا بنعمل كل حاجه لوحدنا بقينا بنستهلك ذهنيا وجسمانيا ومعنويا، كل حاجه. ان انت بني ادمه وطاقتك هتخلص. فحاسه ان احنا دلوقتي بقينا شويه بنرجع نبقى حته في النص. That's very true. وقادرة أفكر في كذا example حواليا في حياتي بالظبط زي ما انت بتقولي كده، اللي هو بيحاول يلاقي البالانس اللي لايق على طريقة وأسلوب حياتهم هم وأولوياتهم هم. ففي الوعي ده بحس إن طلبي للمساعدة ضعف. أعمل إيه؟ والله مش ضعف. استعيني بصديق. فعلا مش ضعف. لا مش ضعف، يعني في حاجه اسمها emotionally secured human being. ببقى امتى emotionally secured human being؟ لما انا ببقى عارفه كويس قوي هطلب مساعده امتى، وبعملها بمنتهى الثقه،
وببقى عارفة امتى لا انا الحتة دي بتاعتي وبعملها امتى. بس لو انا I'm attached I'm not secured I'm attached emotionally attached عمري ما هعرف افصل نفسي، فعمري ما هعرف اطلب مساعدة عشان على طول حاسة ان اللي قدامي هيقول هي مش قدها، هي لسه صغيرة ومش فاهمة تعمل ايه، لا هي ما ينفعش نسيب لها البيبي ده اصلا، ده يا نهاري ده لو كمل معاها اسبوع يبقى الحمد لله. فبيبقى في دايما تعليقات كده او جمل سمعناها من الناس اللي حوالينا هي اللي عملت كده فينا، ومش شرط خالص وانا حامل ومش شرط خالص وانا بولد، هي ممكن قوي من وانا صغيرة انا كانت بتقال لي حاجات معلمة فيا. بحس اني مقصرة حتى وانا عاملة كل حاجة. ليه؟ يعني نفسي اسال الام ده سؤال ونفسي تبقى موجودة قدامي. يعني ايه عاملة كل حاجة؟ هو مين فينا يقدر يعمل كل حاجة؟ في فرق كبير قوي ان انا اسال نفسي هو انا عامله كل حاجه ولا انا عامله اللي عليا. ان عامله اللي عليا ده بيختلف من كل ام للتانية، ان كل ام عندها tolerance او قدره تحمل مختلفه عن التانية، عندها ظروف مختلفه عن ام تانية، عندها مساعده مختلفه تماما عن كل ام، في عوامل الماديه، في عوامل بالهبل نقدر نقول فيها. فبدل ما اقول واجلد نفسي واقول انا عامله كل حاجه، طب ما اسال نفسي هو انا عامله اللي عليا؟ ايه هو اللي عليا كأم؟ هو انا متواجده معاه؟ هو انا بوريله ان انا بحبه وبحب اقضي وقت معاه؟ هو انا باديله اكل ونوم وبيت يحس بيه في الامان ويحس بالامان مع باباه ومامته؟ ده فعلا اللي عليكي. لكن عملت كل حاجه، هي الحاجات اللي في الدنيا عمرها ما هتخلص، فعمرك ما هتعرفي تعملي كل حاجه. بس تحس ان دي جملة تتقال لحد اللي هو يعني مش واحدة من نفسها قاعدة بتفكر مع نفسها قالت كده، فبتحسي انها نابعة من social pressure وcultural معتقدات ان تخلي الست دايما حاسة ان هي مقصرة في حتة معينة او ان هي مش عاملة كل اللي عليها. فليه احنا اللي ما نحددش لنفسنا ايه اللي مطلوب مننا؟ حاسه عارفه ليه؟ السوشيال ميديا بجد مش قصدي حاجه، على قد ما بحب الانفلونسرز بيوروا الصوره حلوه وبرينبوز اند باترفلايز كده بس في نفس الوقت احنا على السوشيال ميديا ما بنشوفش من ورا ايه اللي بيحصل. وبجد السوشيال ميديا كميه النصايح اللي عليها ما بتخلص ومش شرط انت تبقى كلها صح. فانا محتاجه احط فلتر كده، طب النصيحه دي لايقه عليا انا كأم؟ وكل ده هيبدأ من وعي. طب وعي بانت مين، اولوياتك ايه، عايز تبقي فين. الناس بتقول كلمة self care بس الواقع مختلف تماما. ايه المعنى الحقيقي لتنظيم الجهاز العصبي للأم؟ بيختلف من كل ام للتانية، زي ما السيلف كير بيختلف من كل ست للتانية. اوكي. ان مش كل حاجه هتشتغل معايا هتشتغل معاكي وفايس فيرسا. انت ممكن تبقى ميولك الحاجه اللي بتهديكي، مثلا انت تقعدي في نور هادي وتسمعي مزيكا تهدي اعصابك وتتواصلي مع نفسك. انا بالنسبه لي ممكن اكون انا محتاجه انزل اتمشى واخد نفس ويبقى حواليا طبيعه، ودي اللي هتهدي لي الجهاز العصبي. فانا لو محتاجه ان انا اهدي نفسي طبعا هيتقال لي خدي دوش، روحي اعملي مانيكير وباديكير، روحي كوافير، روحي دلعي نفسك. حلو قوي، بس هو ده اللي بيشتغل معايا عامه ولا لا؟ عشان لو مش ده اللي بيشتغل معايا مش هيشتغل معايا بعد ما اخلف. عامة احنا كأمهات بسطة جدا، الحاجات الصغيرة قوي بتفرق لنا. فاحنا لو ركزنا وكل واحدة كده خدت وقت وركزت فعلا ايه اللي بيهدي جهازها العصبي ولقيت حاجة واحدة ومسكت فيها خلتها هابت، حياتها تبقى أسهل بكتير كتير. ازاي حالتنا النفسية بتنعكس على الطفل؟ هو حالتنا النفسيه بتنعكس على الطفل على طول، مش شرط خالص يبقى نيو بورن، حتى لما بيكبر ان في حاجه اسمها سيلف ريجوليشن، او ان احنا نعرف نهدي نفسنا. ما بنعرفش نعملها لحد ما يبقى عندنا 25 سنه، ده الوقت لما مخنا بيبقى اكتمل 100%. قبل كده بنعتمد على جهاز عصبي تاني. يعني انا لو كنت قاعده قدامك ومتعصبه ومتنشنه عماله بحرك رجليا، انت غصب عنك مش هتعرفي تبقي قاعده هاديه، هتاخدي مني ده، هيبقى ده ترانسفيرد عندك. فتخيلي بقى الطفل لسه مولود وهو بالنسبه له الامان كان ايه؟ ان انا في حته ضلمه دافيه قوي وسامع صوت حد واحد بس وسامع ضربات قلب. مره واحده طلعت مكان واسع ومش دافي وانوار وناس وحاجات كتيره قوي. طب ايه اللي هيهديه؟ نبره صوت الام. سبحان الله، ربنا مدي الام نبره صوت محدش يقدر يهدي البيبي زي نبره صوت الام.
معلومة ان احنا لحد سن 25 سنة بناخد هدوءنا من جهاز عصبي تاني ده تخيل يعني واو. يعني مثال سهل قوي. جوزي رجع من الشغل ويومه كان بشع وانت كان يومك لذيذ قوي، يا اما هو هيستلف منك فانت اللي هتساعديه يهدى، صح. يا اما انت غصب عنك هتحسي خلاص الدنيا اسودت. انا كأم لو حالتي النفسيه ان انا تعبانه ومستهلكه ومش عارفه اخد نفسي، طبيعي ده هيبقى باين على ابني. يا اما هيبقى على طول بيزن، يا اما على طول بيعيط عشان هو بيدور على الامان، والشخص الوحيد اللي بيديله الامان مش في امان نفسه. البيرنتنج مش دور فردي. انا دايما بحب افكر ان وجود الاب بيفرق جدا جدا، بيفرق في دور في حياه الطفل وحياه الام. ان قد يعني انا متاكده انت فاكره اول مره ابنك جات له سخونيه، اول حاجه عملتيها ايه؟ يا نوري اعمل ايه. هو لو مش هادي انت ما كنتش هتعرفي تتصرفي تعملي ايه، بس انت استعنتي بيه بهدوءه عشان تعرفي تتصرفي مع ابنك، ويا اما هتدوا له الدواء يا اما هتنزلوا بيه على المستشفى. فاستعدتوا بعض، كان في تيم ورك. وقيسي على كده في حاجات كتير قوي. فالبارنتنج لازم يبقى تيم عشان الولاد وعشان الاب والام، اللي هو مجهود جامد، هي 24/7 جوب يعني. وشخصيات مختلفة تماما. يعني انا مثلا وجوزي مختلفين تماما في الطريقة اللي بنتعامل فيها مع ولادنا. فهو مثلا انا كنت على طول هو very مش aggressive بس very هايبر، اللي هو يرميهم لفوق ويعلموا ينط من على الكنبه ويلعبوا بقى لعب، اللي هو انا ببقى قاعده عامله اللي هو مع اني متربيه مع 3 ولاد بس في نفس بس ابني وصغير قوي اللي هو بس طب مش بس دلوقتي، بس اتعلمت ان انا اهدى 100%. وبعدين انت قيسي على كده هتبقى علاقاته ازاي، السوشيال انتراكشنز هيعمل صحاب ازاي. هو لازم العب بطريقه واحده بس ولا ممكن اجرب كذا طريقه عشان متعود ان انا في كذا طريقه لعب بعرف العب بيها. طب دكتور سارة احكي لي على موقف انت فاكراه رن معاكي ان حد عيلة او بيبي او تودلر جالك العيادة وحسيتي من الموقف اللي حصل ان انت عايزة تقومي تدي الطفل ده حضن او مامته عايزة تقومي تديها حضن؟ لا كتير. بقول لهم انا نفسي اعمل بيت كبير واخد كل الناس معايا في البيت. لا كتير قوي، بالذات في اطفال للاسف يعني بيبقى الطلاقات مش شرط احلى حاجه، ومش بيشوفوا الشخص التاني اللي هو الاب 3/4 الوقت. مش بيشوفوهم خالص، وبيبتدوا يتصنعوا في خيالهم ان هو اللي نيمهم اليوم اللي قبليه، او هو اللي طبطب عليهم، او هو اللي اشترى لهم لعبه، او هو اللي طبخ لهم الاكله دي. وكل ما تروح في اي حته تقول لا محدش يقعد هنا عشان انا بابايا هيجي يقعد هنا. فطبعا غياب الاب بيبقى صعب قوي. النهارده اتعلمنا ان الام مش المفروض تكون هي اللي شايله كل حاجه لوحدها. مفيش حاجه اسمها ام بيرفكت. you ask for help لما تحتاجيه. الاب دوره مهم جدا جدا. تحتي 10 خطوط كده، تحتيه مليون ألف خط علشان it's one of the two regulators للطفل. اتعلمنا انه الطفل بيستلف من جهازك العصبي، فانت محتاجة تخلي بالك منه وتراعيه، تاخدي نفس، تشوفي أولوياتك ايه، وتفكري في نفسك كست قبل ما تكوني أم عشان تعرفي تبقي أم قادرة تدي اللي هي محتاجة تديه من غير ما تحس بالموم جلد، اللي هو مش حاجة وحشة خالص. جاي from a place of care and love. ولو مش هنضطر ان احنا او مش هنتحس ان احنا عايزين نبقى امهات احسن، what better وظيفة in our life would we be better at? Very true. That's the real question. Thank you, Dr. Sarah. Thank you, Dina, for having me. That was beautiful. This was beautiful. Thank you very much for having me. بسطت جدا معاك. أنا كمان قوي.